السلام عليكم، سعيدة بلقياكم من جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتكم وصفات لاله عتيقة. اليوم كنقترح عليكم الكتف مشوي في الفران بالطريقه ديالي، كيجي رائع لذيذ وفتي ما تشبعوش منه. غادي نفوتوا نشوفوا الطريقه والمكونات وفرجه ممتعه. هنا غادي نحتاجوا الكميه نتاع اللحم اللي تكون متوفره عندكم. بالنسبه تقدوا يعني اي قطعه من نتاع اللي بغيتوا انكم تحضروها. هنا انايا اقترحت معكم الكتف، 100 تتبيله كتبقى وحده. هنا درت نص مغرف نتاع الخرقوم، نص نتاع البزار، ونص نتاع الشكنجبير، ومغرف عامره نتاع الكمون. درت معاها الملح، درت معاها اليازير اللي هو مهم، ودرت معاه ورقه سيدنا موسى. وغادي نديرهم معاهم واحد نص كاس نتاع الزيت. هنا اللحم ديالنا ضروري ان نتكيوه بهذه الطريقه بحال هكذا بالموس او بالفرشيط مزيان، ويعني ونغرقوا هذوك الثقبات اللي كنديروا فيهم بحال هكذاك، يعني خاصهم انهم يكونوا غارقين، بحيث غادي نعمروهم. والفصوص نتاع الثوم كيشتوا معايا راس نتاع الثومه. وهنا انايا كنقلع له يعني ديك الشحمه اللي زايده كنقلعها له. انا ما كيعجبنيش اللحم يعني هكا بالشحمه، وكيف كتشوفوا يعني تبارك الله يعني مشحم. صافي كنقلع منه. هنا الشحمه اللي كتكون زايده وكنتكيه مزيان بالموس. هذاك المقادير اللي قلت معكم غادي نعاودهم معكم. ازير، مغرف ونص كبيره نتاع ازير، واحد 7 الوريقات نتاع ورقه سيدنا موسى، الملحه، مغرف صغيره نتاع الملحه، درت معاهم نص مغرف صغيره نتاع السكينجبير ونتاع الخرقوم ونتاع البزار، ومغرف نتاع الكمون. صافي غادي نخلطوا هذوك المكونات بنص كاس نتاع، انا استعملت زيت الزيتون. بالنسبه نتوما كتشوفوا معايا يعني راه قطعته من الجهه الفوقانيه نتاع العظم، حيت ما دخلياش هكذاك في الفران. انا غادي نطيبه في الفران تاع الضون تاع الاتراك المدور. وعلى داك الشيء يعني كيف نقولوا قسمته شويه، هرسته باش يكفى ليا. تبارك الله كان كبير باش يكفى ليا في الطاوه. هنا هاد المكونات هكذا كنديرهم مزيان وصافي. راه الكميه نتاع اللحم كثيره، وبالنسبه للعطريه اللي درت انايا يعني راه قليله. بحيث يعني كيف كنقولوا كيتنسم اكثر باليازير. ما بغيناش يعني نقويو فيه العطريه، يجي يعني بغينا نحسوا بداك النكهه نتاع اللحم، ولكن النكهه كتجي منكهه بكثر باليازير البنات. صدقوني يعني واحد المذاق كيجي فيه رائع، رائع بزاف. هذيك الثومه كنخشيوها بحال هكذا في دوك الفتحات اللي درنا، حتى هي كتعطي واحد اللذه وواحد التعليكه. ما نقول لكمش مين كطيب وكتذوب كتجي رائعه بزاف. هنا صافي هذا هو العظم اللي قلت لكم، راه هرستو بحال هكذاك، بحيث يعني جا تبارك الله كبير بزاف، طويل على الفران، ما دخلياش في الفران. على داكشي يعني هرستو بحال هكذاك، وغادي نتنيه بحال هكذاك حتى يطيب بحال هكذا كيف كتشوفوا. راه يعني كنتنيه بالسيف. هنا صافي كنخوي ديك التتبيله كامله. ضروري ان يكون عندنا الورق الزبده كيف كتشوفوا. انا قطعت ديك الكميه وغادي نزيد كميه اخرى بحال كيف كنقولوا كيطيب لنا في داك البخار نتاعو. غادي نزيد كميه اخرى نتاع ورق الزبده، وغادي نزيد بابي الالومنيوم نغلفو كامل مزيان بالبابي الالومنيوم. بالنسبه للطهي انايا ما نقدرش نقول لكم واش خدا ليا 2 سوايع واش شحال خدا ليا ديال الوقت بالضبط، بحيث ما عبرش الوقت. صافي يعني شعلت عليه، وكيف كتعرفوا يعني هذاك ما عندوش الوقت. يعني صافي كتخدمو وكتخليه يعني حتى كتولي انت الفران كدير كطفيه. غير هي راقبته 2 ديال المرات، كنحل عليه شويه من جنيب وكنشوف واش دخلوا الطياب ولا لا. المره الاولى لقيت مازال ما دخلوا الطياب، والمره الجوجه صافي هذيك هي الاخرى من راقبته لقيته صافي يعني طاب وتحمر وكل شيء. يعني ما احتاجيتش انني نحل عليه ونخليه يعني ياخذ اللون ديال التحمار ولا. غير هو كيف كنقول لكم البنات، كثروا ورق الزبده وكثروا بابيل، يعني كونوا سخيات وبلعوا عليه مزيان كيف كتشوفوا. راه غادي ندير ونعاود نزيد ندير، يعني كونوا سخيات يعني في التغلاف ديالو، يعني يتغلف مزيان. انا راه غادي نزيد عليه عاد كيف قلت لكم باش يتغلف مزيان، كيجي مقرطس مزيان، ما كيخرج يعني ما عندوش كاع من يتنفس ولا يخرج داك الهواء.
يعني هذه هي لاستوس كيطيب دغيا وكيطيب مزيان وما كياخذش لكم كيف قلت لكم الوقت بزاف، وفي نفس الوقت كيطيب يعني كيبقى فتي، ما كيدخلوش يعني داك الهواء نتاع الفران كيقصاح ولا كيبقى فتي. هنا شفتوا راه كندير بابي الالومنيوم وكنزير وكنعاود يعني نزير. وكذلك مثال من ترقبوا عليه تشوفوا واش طاب ولا لا، كتوليو يعني غير بنفس البابي الالومنيوم توليو تغلفوه. هنا كاين صافي راه كنت قلت لكم هنا راه طاب. شوف كي كيجي اللون ديالو البنات كيجي محمر، هو هذاك ما يحتاجش انكم عاد يعني من يطيب تعريو عليه ولا. واحد الريحه نتاع اليازير طالعه ما شاء الله، اللحم فتي كيتفرتت غير بوحدو. بالنسبه انايا رافقت معاه البطاطا مسلوقه، زدت عليها المايونيز وزدت عليها الذره والبيض مسلوق خلطتها. البطاطا مقطعة مربعات، وزدت عليها عاوتاني درت معاها اللوبيا الخضراء مسلوقة وشرملتها بالثومة وزيت الزيتون والبزار وشوية ديال الملحة وشوية ديال الكمون، كتجي رائعة. والقزبر شوية ديال القزبر، جربوها البنات هذه اللوبيا خضراء، اللوبيا يعني الخضراء جربوها مشرملة كتجي رائعة ما تشبعوش منها. وراه درت معاها عاد حتى الفلفلة ما شتوش معايا حيت هنا كنت مزروبه الصراحه. شوفوا كي البنات فتي واعر. انا من كيكونوا عندي يعني الضياف ولا شي حاجه كنبغي نحط الماكله سخونه، يعني ما كنبغيش نتلهى في التصوار ونحط الماكله بارده صافي. يعني هنا ما كملتش معكم التزيين تاع الاخر. هنا صافي حطيت اللوبيا وكندير البطاطا وزدت معاها حتى الفلفله مشويه، حتى هي مشويه مقطعه، وحتى هي شرملتها بشويه ديال مع القزبر وشويه ديال العطريه، زدت عليها حتى شويه ديال الابزار والملحه والثومه، حتى هي الثومه والربيع، حتى هي كتجي لذيذه يعني كترافق حتى هي المشاوي. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنسوش تبارطاجيوه مع العائله والأحباب باش تعم الفائده. راه غادي نحط لكم 3 ديال الفيديوهات اخرين تاع الكوتليت في الكوكوت، وعاوتاني الكوتليت في الفران. غادي نحضر معكم بزاف نتاع الاطباق ان شاء الله دابا بالمناسبه نتاع العيد الكبير، ويعني كيحتاجوا هكذا الوصفات نتاع العراضه اللي كيحمروا هكا الوجه. وكنهضروا على اللذه اللي كيكون الدادم في المذاق. راه حتى الا كان الشكل نتاع التقديم يعني بالزربه ولا ما كانش هو هذاك، ولكن اللي مهم ان المذاق يكون لذيذ في المذاق، يعني ان الناس اللي تاكل هذاك الماكله تقول واو يعني راه المذاق رائع. السلام عليكم، نضرب لكم ان شاء الله فيديو في الفيديو الجاي، موعد في الفيديو الجاي ان شاء الله. هنا كنت درت واحد القطبه نتاع الكبده، حتى هما قدمتهم معاه هكذا من الفوق وبصحه والراحه.